نبدأ معكم إن شاء الله درس مشتقة القوس. نشوف مع بعض التعريف. إذا كانت صاد تساوي قاف سين الكل أس نون، حيث نون عدد صحيح، وكان قاف سين اقترانا قابل للاشتقاق، فإن دال صاد دال سين، أي أن المشتقة تساوي نون قاف سين الكل أس نون ناقص واحد ضرب قاف شرطة س. تعالوا نفسر. هنا صاد تساوي اقتران، أي اقتران مرفوع لأس نون، حيث نون عدد صحيح. وطبعا الاقتران قد يحتوي على حد أو اثنين أو ثلاثة، فالمشتقة تبعته حتكون نطلع الأس برا تصير نون، نكتب ما بداخل القوس كما هو، الاقتران كما هو، الأس يكون المرفوع ناقص واحد، نون ناقص واحد، وما ننساش نضرب في مشتقة ما بداخل القوس. طبعا سيتضح إن شاء الله التعريف مع الأمثلة. تعالوا نشوف مثال. إذا كانت صاد تساوي 3 س ناقص الواحد الكل أس 5، فأوجد د صاد د س. هنا مشتقة القوس، والقوس هو 3 س ناقص الواحد اللي هو الاقتران، والأس 5 زي ما انتم شايفين عدد صحيح. تعالوا نشتق. يلا نكتب د صاد د س. ايش هتساوي؟ الأس بيطلع برا بصير 5 في 3 س ناقص واحد الكل أس 4. ايش عملنا؟ طلعنا الأس برا ونقصنا من الأس واحد ضرب، وهذه ما ننساهاش، مشتقة ما بداخل القوس. 3 س ناقص الواحد مشتقتها 3، وهيك بنكون أنهينا الاشتقاق. ونعيد كمان مرة. إذا كانت صاد تساوي 3 س ناقص الواحد كل أس 5، فأوجد د صاد د س. د صاد د س بتساوي، نطلع الأس برا وبتصير 3 س ناقص الواحد القوس يبقى كما هو أس 4. من وين اجت الأربعة؟ زي ما بنشتق في عادي، اللي هي الخمسة بتطرح منها واحد تصير 4، وبنضيف عليها انه احنا بنضرب في 3 اللي هي مشتقة ما بداخل القوس. بصير الحل 5 في 3 س ناقص الواحد الكل أس 4 ضرب مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 3. بقدر بعد هيك أضرب الخمسة في 3 بتصير د صاد د س تساوي 5 في 3 بصير 15، والقوس كما هو 3 س ناقص واحد الكل أس 4. طبعا هذا كماليات، يعني بعد أنا ما أخلص الاشتقاق. شوف كمان مثال. إذا كانت صاد تساوي 3 س زائد 7 الكل أس 4، ومطلوب مني أجيب المشتقة. تعالوا نشوف كيف بدنا نجيب المشتقة. صاد شرطة هتساوي حسب القاعدة 4، الأس بيطلع برا، في القوس كما هو 3 س زائد 7، والأربعة بتصير 3 لأنه اتفقنا على إنه القوس يبقى كما هو والأس ينقص واحد، وما ننساش نضرب في مشتقة داخل القوس. لو أنا عايز أكتب الجواب في أبسط صورة بكتب 12 في 3 س زائد 7 الكل أس 3. يبقى الأربعة بتطلع برا، 3 س زائد 7 القوس كما هو الاقتران، والأس بنقص واحد بصير 3، وما ننساش نضرب في مشتقة ما بداخل القوس، والجواب بيكون 12 في 3 س زائد 7 الكل أس 3. يلا كمان مثال. قاف س تساوي س تربيع
ناقص 2 س زائد 5 الكل أس 6. الاقتران اللي هو داخل القوس س تربيع ناقص 2 س زائد 5، والأس زي ما انتم شايفين عدد صحيح 6. المطلوب إيجاد المشتقة. هنكتب ق شرطة س هتساوي 6 في س تربيع ناقص 2 س زائد 5. لاحظتوا الاقتران كتبته كما هو، يعني جوا القوس بنكتبه زي ما هو. الآن الستة الأس إيش حتصير هين؟ 5. وما ننساش نضرب في مشتقة ما بداخل القوس. مشتقة السين تربيع ناقص 2 س زائد 5 هي 2 س ناقص 2. ممكن أخلي الجواب كما هو، وممكن أضرب الستة في القوس، لك الخيار في ذلك. يلا نشوف تدريبات. مطلوب منكم تحلوا التدريبات، وفي التدريبات هاد عايزين نجيب د صاد د س. أول تدريب: إذا كانت صاد تساوي س تكعيب زائد 2 س تربيع زائد 1 الكل تكعيب. تاني تدريب: صاد تساوي 5 ناقص س تربيع الكل أس 4. والتدريب الثالث: صاد تساوي س تكعيب زائد 2 س تربيع الكل أس 5. وبحب أضيف إنه أحيانا بطلب مني أوجد المشتقة عند نقطة معينة. طبعا أنا بعد ما اشتق بعوض عن قيمة س اللي أعطاني إياها. نشوف كمان مثال: إذا كانت صاد تساوي س تكعيب زائد 2 نفتح قوس س تربيع زائد 5 جتا س الكل أس 7. والمطلوب إيجاد د صاد د س، يعني عايزين نجيب المشتقة الأولى. تعالوا نشوف الحل. لو لاحظتوا هنا عبارة عن مجموع اقترانين، نشتق الأول وبعدين نشتق الثاني. طبعا الأول اللي هو زي ما انتم شايفين، لما نيجي نجيب المشتقة السين تكعيب مشتقتها 3 س تربيع زائد، هنا الاثنين كأنها جيم في قاف س. كيف كنا نتعامل في قواعد الاشتقاق مع جيم في قاف س؟ كنا نقول جيم في قاف شرطة. إذا الاثنين تبقى كما هي، ونضرب في 7 اللي هو مشتقة القوس في س تربيع زائد 5 جتا س كما هو الكل أس 6. يبقى احنا اشتقينا الاثنين كما هي، وس تربيع زائد 5 جتا س كل أس 7 صارت 7، الأس بيطلع برا، القوس كما هو، الأس نقص 1. وما ننساش نضرب في إيش؟ في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 2 س ناقص 5 جا س، ونحطها بين قوسين. وبعديك لو حابين نرتب بنرتب، يعني نقول 3 س تربيع و14 ونكمل الباقي كما هو س تربيع زائد 5 جتا س
الكل أس 6 مضروبة في 2 س ناقص 5 ج س. تلاحظوا المثال جمع أكتر من قاعدة من قواعد الاشتقاق. شفنا كيف الجمع، شفنا كيف مشتقة القوس، شفنا كمان مشتقة الاقترانات المثلثية. ننتقل الآن أعزائي الطلاب إلى نقطة هامة جدا أيضا في مشتقة القوس، ولكن ننتقل إلى مشتقة القوى الكسرية. يعني لو كان الأس عبارة عن أس كسري، إذا كانت صاد تساوي س أس م على ن، يعني سواء كان م على ن أو صورة جذرية زي ما أنتم عارفين بنحوله من صورة جذرية إلى الصورة القوى الكسرية، حيث م على ن هو عدد نسبي، مثلا زي تلت، تلتين، 4/5، 3/4 وهكذا. فإن د ص د س المشتقات تصبح هي م على ن، أخذ الأس الكسري مضروبا في س أس م على ن ناقص 1. يعني نفس القاعدة اللي درسناها في قواعد الاشتقاق، إذا كانت س أس ن بتصير ن س أس ن ناقص 1، بس هنا الأس بدل ما هو عدد صحيح كسر زي ما انتم شايفين على صورة م على ن، أو زي ما حكيت لو كان صورة جذرية ممكن نحولها لقوة كسرية. أيضا لو كان قوس بدي أشتق قوس مرفوع لأس كسري، إذا كانت صاد تساوي قاف س اقتران بداخل القوس مرفوع للأس م على ن، إذا كانت صاد تساوي قاف س كل أس م على ن، حيث م على ن عدد نسبي وقاف س قابل للاشتقاق، فإن د صاد د س تساوي م على ن، قاف س القوس يبقى كما هو، والأس بينقص 1 بتصير م على ن ناقص 1 مضروب في مشتقة ما بداخل القوس. يعني نقدر نحكي إنه لا جديد، لكن الأس بدل ما كان عدد صحيح زي ما درسنا في بداية العرض واللقاء كان ن عدد صحيح، الآن عندي الأس عبارة عن أس كسري على شكل م على ن، وكذلك القوس، لكن القاعدة زي ما انتم شايفين ما تغيرتش ونفس القاعدة. وتعالوا نشوف مع بعض أمثلة. يلا نشوف مثال. إذا كانت قاف س تساوي س أس تلتين، جد قاف شرطة 8. يلا الحل. قاف شرطة س حسب القاعدة تساوي تلتين تطلع برا، س أس تلتين ناقص 1، وممكن أكتبها على صورة تلتين في س أس سالب تلت. الآن عزيزي الطالب نوجد قاف شرطة 8، وذلك بالتعويض عن كل س ب8 السالب تلت. يمكنك حسابتها بطريقتك، وللتبسيط ممكن نضع 8 2 أس 3 وكل أس سالب تلت، والجواب النهائي بعد الاحتسابات طبعا نختصر 3 مع 3 بتصير عندي الجواب النهائي تلت، لأنه عندي 2 على 3 وهنا مضروبة 2 أس سالب 1، 2 أس سالب 1 بتصير نص، بتروح ال2 مع ال2 بيطلع الجواب تلت. يلا كمان مثال على القوس لو كان مرفوع لأس كسر. إذا كانت صاد تساوي الجذر الخامس لا س تكعيب زائد 24، جد د صاد د س عندما س تساوي 2.
طبعا بذكرك عزيزي الطالب إنه أي اقتران على هذه الصورة حوله من صورة جذرية إلى قوة كسرية. يبقى الجذر الميم إلى س أس ن بتصير س أس ن على م. تعالوا الآن نحول، تصير صاد بتساوي س تكعيب زائد 24 الكل أس خمس. دال صاد دال س حسب القاعدة مشتقة القوس خمس في س تكعيب زائد 24 القوس كما هو أس سالب 4 أخماس. طرحنا الخمس من الواحد وما ننساش نضرب في 3 س تربيع، وأترك التعويض إليك عزيزي الطالب، والناتج حيكون إن شاء الله 3/20. ممكن تحسبها وطلع الجواب 3/20. ننتقل إلى الجزء الأخير من درس اليوم، وهو مشتقة الجذر التربيعي، وهذه حالة خاصة. وممكن عزيزي الطالب إن أنت تحول الجذر التربيعي إلى أس نص، أو في قاعدة مباشرة بتفيدك خاصة في ضع دائرة، إنه إذا كانت صاد بتساوي الجذر التربيعي إلى قاف س اقتران، حيث قاف س أكبر من صفر ضروري يكون ما تحت الجذر التربيعي يكون موجب والمشتقة تكون موجودة، فإن المشتقة تساوي قاف شرطة س على 2 جذر القاف س. تعال نفسرها. صاد تساوي جذر القاف س، فإن دال صاد دال س بتساوي قاف شرطة س اللي هي إيش؟ مشتقة ما تحت الجذر التربيعي على 2 الجذر نفسه واللي هو الجذر التربيعي. إذا نقدر نكتب القاعدة إنه مشتقة الجذر التربيعي تساوي مشتقة ما تحت الجذر التربيعي على ضعف الجذر التربيعي. مرة أخرى، مشتقة الجذر التربيعي تساوي مشتقة ما تحت الجذر التربيعي على ضعف الجذر التربيعي. يلا نشوف مثال مباشر. إذا كانت صاد تساوي الجذر التربيعي جد صاد شرطة، حسب القاعدة صاد شرطة بتساوي مشتقة ما تحت الجذر التربيعي وهي مشتقة السين 1 على ضعف الجذر يعني 2 جذر السين مباشر. إذا صاد بتساوي جذر السين مشتقتها بتساوي مشتقة ما تحت الجذر اللي هو مشتقة السين 1 على 2 أو يضاعف الجذر التربيعي. تعالوا نشوف مثال آخر. يلا مثال. إذا كانت صاد تساوي الجذر التربيعي لسين تربيع زائد 2 س زائد 8 جد دال صاد دال س. يلا مع بعض. دال صاد دال س تساوي مشتقة ما تحت الجذر التربيعي س تربيع زائد 2 س زائد 8 مشتقتها 2 س زائد 2 على ضعف الجذر يعني 2 والجذر كما هو س تربيع زائد 2 س زائد 8. ولو طلب مني إيجاد المشتقة عند نقطة برضو بجيب له إياها. هيك أعزائي الطلاب بنكون انتهينا معكم من درس مشتقة القوى الكسرية ومشتقة القوس ومشتقة الجذر التربيعي، وأرجو لكم الفائدة. تمنيتي لكم بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.